الأصدقاء الأعزاء، الصديقات العزيزات في كل مكان، مرحبا. اليوم عندي موضوعين اثنين حابب أعلق عليهم، هيك شوي تعليقات ناقدة وساخرة تتعلق بالفهم، فهم النظام السوري الحالي للقضايا الوطنية وعمليات التخبيص والخلط والتحريض الموجودة لدى هذا النظام آه، ضد مناطق شرق الفرات تحديدا. هدلون الموضوعين الموثقين بتصريحات رسمية من رأس السلطة أبو محمد الجولاني ووزير إعلامه حمزة مصطفى، اللي بيروح على يعني خطوط التماس على أساس على الضفة الأخرى من النهر، على الضفة الغربية، وبده يروح على الضفة الثانية ويتوعد ويحكي هيك ويتأثر وعواطف جياشة والقصص هي. ورأس السلطة اللي بيحكي عن الفيدرالية وعن النظام اللامركزي. هدلون الموضوعين راح أحاول عليك يعني أعلق عليهم تعليقات سريعة وساخرة وفيها شوية إفادة. لنبدأ بالموضوع الأول. تفضل، قول يا جولاني، قول. دي في الاوكي، الجواب بيبان من عنوانه. خش على التاني، قول يا ستموني، قول. مثال، إذا أرادت شمال الشرق أن يذهب إلى نوع من أنواع التقسيم، فالعراق سيتأذى بشكل كبير، وتركيا ستتأذى بشكل كبير، وإيرلندا الشمالية أيضا ستفكر بالتقسيم، وأقليم كتالونيا في إسبانيا سيفكر في التقسيم. هناك بعض الولايات في الولايات المتحدة الأمريكية أيضا تفكر في التقسيم، تكساس وكاليفورنيا وغيرها. هو ده يا ريس ستموني يا عترة المؤلفين يا مكيفة، ادي الكلام اللي يجيب فلوس. ما راح أحكي عن الملاحظات والانتقادات التي سجلت على اللقاء أو الحوار اللي صار بين معاذ محارب والجولاني، المقابلة اللي بثتها قناة الإخبارية. الأمور التقنية والمهنية والإخراج والصوت ما راح أحكي، بس راح أحكي على جزئية صغيرة، هي مسألة الترتيبات. ترتيبات إنه الرئيس شو بده يحكي، كيف بده يشرح وجهة نظره حيال قضايا وطنية داخلية ملحة، وبيجيب نماذج من التجارب العالمية. طبعا فضح حاله الجولاني بأنه رجل في منتهى الجهل، يعني مش بس جاي من بيئة متطرفة جاهلة متشنجة، لا، المستشارين الإعلاميين أو اللي بيعطوه الأسانيد والمصادق والأدلة الارتجالية في إجراء المقاربات السياسية ما بين الواقع السوري والواقع العالمي، أظهرته وفضحته أنه شخص جاهل، يعني على أساس هو حريص على أمن واستقرار العراق، وهو كان يقاتل في العراق وقتل من العراقيين بالمئات هو والشيباني، على سوى حريص على الأمن في تركيا، ومش بس هيك، حريص على الأمن في إسبانيا والاستقرار في أيرلندا وفي الولايات المتحدة الأمريكية. يعني بمنتهى الغباء والسذاجة. يمكن الحق عليه وجزء كبير من الحق عليه، بس الجزء الأكبر اللي ورطوا ولقنوا هاي المعلومات الغبية فيما يتعلق بالنظام اللامركزي، بالنظام الفيدرالي. أبو محمد الجولاني ويعني فقر الدم الثقافي والمعرفي الموجود عنده، أو حالة التجهيل الموجودة لدى مستشاريه، أو يعني مسألة تلقينه أنه قول هالكلام، وكلامك سيكون مقنع وسيكون يعني مخرس للكل اللي بينتقدوا أداء الدولة المركزية أو النظام المركزي في سوريا. هذا الرئيس الغبي، هذا الرئيس المفروض علينا، يعني ما بعرف كيف راح
غباءه تجاوز غباء بشار الأسد لما كان بيحكي عن السيارة الحمراء والسيارة البيضاء ومن هالقصص. تتذكروا أحاديث بشار الأسد وكيف كان بينظر وبيجيب على أساس أمثلة غبية مثله. فالأهبل السابق، رئيسنا الأهبل السابق، ورطنا، انقلع وهرب وراح، بس ورطنا برئيس أهبل تاني. هذا الغبي ما بيعرف أنه الخلافة الراشدة، نظام الحكم والإدارة في الخلافة الراشدة كان نظام ولايات، ما كان نظام مركزي. رغم الحروب، حروب الردة والفتوحات والقصص، لكن كان نظام ولايات. ولاية الشام يعني بيت المال والخراج والحسبة وديوان العسس والشرطة والجند كان مفصول عن ما هو موجود في الحجاز عند ولاية العراق. كان نظام لا مركزي، نظام ولايات، نظام فيدرالي. يعني كل نظام لا مركزي هو نظام كل نظام فيدرالي هو نظام لا مركزي، ولكن كل نظام لا مركزي ليس بالضرورة أن يكون نظاما فيدراليا، ربما يكون شكل من أشكال الفيدرالية. هل القراءة التاريخية لنظم الحكم والإدارة في ظل الدولة الإسلامية من الخلافة الراشدة إلى الخلافة العباسية إلى الخلافة الأموية فالعباسية فالدولة الأيوبية فالدولة العثمانية والدولة الفاطمية، وكل أنظم الحكم والإدارة التي تعاقبت على هذه المنطقة وبخلفية إسلامية كانت نظم لا مركزية. حتى العثمانيين نظام إدارتهم الأراضي الواقعة تحت سلطتهم واحتلالهم في الحجاز لم تكن أرض تركية، في الشام لم تكن أرض تركية، في مصر لم تكن أرض تركية. كل البلدان والأمصار التي كانت واقعة تحت نير الاحتلال العثماني جرى إدارة شؤونها وفق نظام لا مركزي، نظام ولايات. في ظل النظام اللامركزي العثماني كانت دروز لديهم خصوصية. الكرد كان لديهم إمارات مستقلة، مش بس إمارة واحدة، دويلات مستقلة في ظل الحكم العثماني. هذا الأهبل الغبي أو اللي لقنوا هذا الكلام ما بيعرف، غير مطلع، جاهل في نظم الحكم والإدارة في التاريخ الإسلامي، وجاي يحكي أنه إذا شو بيقول، إذا يعني مناطق شمال وشرق سوريا سعت إلى نوع من أنواع التقسيم. تقسيم ما له أنواع. التقسيم ولا تقسيم ما في شيء، يعني الضرب هو الضرب والجمع هو أنواع الجمع أو أنواع الطرح أو أنواع التقسيم. شو الخزعبلات إذا أرادت شمال شرق سوريا إلى نوع أو سعت إلى نوع من أنواع التقسيم فالعراق سيتأثر. يا أهبل، أنت لما كنت في العراق الدستور العراقي دستور فيدرالي، شو يتأثر؟ أهل السنة والجماعة الآن في العراق يطالبون بنظام الفيدرالي، كانوا مثلك يعارضون النظام الفيدرالي في بدايات مجلس الحكم الانتقالي وترتيب المرحلة الانتقالية للعراق، كانوا مثلك، جماعات متطرفة متشنجة صدامية على إخوانية على جهادية. الآن هم ندموا. يعني شو يتأثر العراق؟ العراق دولة فيدرالية، شو رح يتأثر؟ شو بيقول كمان ستتأثر تركيا؟ شو تتأثر تركيا يا أهبل؟ ما العراق منذ 2005 رسميا دولة فيدرالية. ماذا حدث في تركيا؟ شو الانقلابات اللي صارت في تركيا؟ ما مدى التأثير؟ بالعكس، العلاقات التجارية والتبادل التجاري ما بين أنقرة حليفتك وداعمتك وإقليم كردستان الفيدرالي، يعني الأرقام تؤكد أنه حجم التبادل التجاري بين إقليم كردستان العراق
والدولة التركية تجاوز حجم التبادل التجاري ما بين تركيا وبغداد. انت يعني فهمان شو عم تحكي؟ عم يطلع لك والاهبل الثاني معاذ محاربه سكتم بكتب ما يحاججك، ما يقاطعك مثل ما بيقاطع ضيوفه ويتذاكى ويتفزلك عليهم، ما يقول يعني انت مش دارس مش مطلع، هو كمان يعني مش مطلع مش دارس مش فهمان هالمسائل هي. شو كمان بيقول؟ ستتأثر تركيا. تركيا لم تتأثر بإقليم فيدرالي أضعاف مساحة شرق الفرات، وفيه بترول وفيه بيشمركة بعشرات الألوف. لم تتأثر تركيا. اعترفت في قنصلية تركية موجودة الآن في أربيل في هولير في عاصمة إقليم كردستان الفيدرالي. يا أهبل، تركيا بماذا انت تحكي حكي شروي غروي هيك طالع نازل من فوق الاساطيح؟ شو انت كشاش حمام ولا انت رئيس جمهوريه ولا رئيس دوله ولا رئيس نظام؟ يعني احترم حالك شوي، احترم انت ما عم تحترم الشخص اللي عم يجري معك المقابله، احترم حالك. شو تركيا ستتاثر. شو كمان؟ ستتاثر ايرلندا. حريص على مصلحه ايرلندا، بلاد الكفر والفسق والفجور والخنازير والقردة، اللي كان يتهم في مقابلته مع محمد منصور انه البلدان والانظمه العربيه تعطي الجزيه للغرب الكافر والما بعرف شو. حريصا لابو محمد الجولاني ابو الجوج صاير حريص على امن واستقرار المملكه المتحده، وانه والله ايرلندا ما بتنفصل. القضيه الايرلنديه ونظام الحكم في ايرلندا ضمن المملكة المتحدة ضمن بريطانيا العظمى هو نظام فيدرالي. يا غبي، هو نظام فيدرالي، مش نظام، هو نظام كونفدرالي فوق فيدرالي، لكن هن بدهم يعني الايرلنديين بدهم خصوصيتهم. هنالك جمهورية ايرلندا الشمالية، ايرلندا الموجودة ضمن بريطانيا، لها قضية أخرى، لها مسألة أخرى. لكن ما يتمتع به الإيرلنديون نصف نظام الحكم والإدارة أن تعطيه للسوريين وخراس. لا تجيب أدلة تدينك بالجهل، تدينك بعدم الدراية والإلمام، فقر السياسي. أنت ما بتعرف تجيب أمثلة تناسب منطقك وأسلوب المحاججة. لك انت رئيس دوله، انت يا حوينة سوريا اللي صار يرأسها واحد من هالنموذج الغبي اللي سابقه كان بشار الأسد ولاحقه الآن أبو محمد الجولاني. كمان إقليم كتالونيا، لك يا غبي يا غبي، إقليم كتالونيا، الموضوع إقليم كتالونيا وصل إلى مرحلة الاستفتاء على الاستقلال، يعني صار ما صار. بس الآن إقليم كتالونيا إقليم فيدرالي يتمتع بصلاحيات واسعة جدا داخل إسبانيا. شو ينقسم كتالونيا؟ أنت مين موصل لك المعلومات المغلوطة وغير الصحيحة؟ جيب لك شيء مستشار واحد يفهم، مطلع على تفاصيل نظم الحكم والإدارة في العالم، نظام الفيدرالي شو هو. إذا أنت بدك تعارض النظام الفيدرالي عارضه عن علم، عن دراية، عن إلمام. لا تفتح المجال لأمثالي إنه يواجهوك بجهلك وبغبائك السياسي. شو كمان غير كتالونيا؟ كتالونيا ستفكر في التقسيم. وبعض الولايات في الولايات المتحدة الأمريكية كمان مثل تكساس وكاليفورنيا. أنت بتعرف تكساس وكاليفورنيا على الخريطة وين صايرة؟ في وين؟ في وسط أمريكا، في شمال أمريكا، في جنوب أمريكا، وين؟ حدا يطرح هيك سؤال مدرسي على أبو محمد الجولاني، أنت شو بتعرف عن كاليفورنيا؟
شو الموضوع تكساس بماذا تختلف عن واشنطن، عن فيرجينيا، عن كاليفورنيا؟ يعني انت مطلع على تفاصيل الوضع الداخلي في الولايات المتحدة الأمريكية. انت بتعرف انه الولايات المتحدة الأمريكية دولة فيدرالية؟ يا أهبل، انت بتخليني مش انتقدك، أسخر منك وأشتمك، لأنه أنت الآن بهذا الخبل وبهذا الهبل وبهذا الجهل والغباء ترأس دولة أنا أحد مواطنيها، ترأس دولة أنا أدافع عنها، أنا أدافع عن الدولة، أدافع عن سوريا. لا يمكنني الدفاع عن جهلك. ساعدني 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 بأنه تكون شخص متوازن، شخص بيعرف يحكي، الواحد ما بيخجل منه. بنخجل من ماضيك الإرهابي المتطرف الإجرامي، وبنخجل من واقعك وراهنك المتخبط اللي كله تخبيص التخبيص. ساعدنا نحبك يا أبو محمد الجولاني، ساعدنا نلتمس لك الأعذار، ساعدنا أن نتفهم أنه في الفعل هي مرحلة انتقالية، لكن بأقل قدر ممكن من الجهل والغباء السياسي. مش هيك طوفان من الغباء والجهل والسفاهة والتفاهة والتهافت. إيه ما بتزبط هيك يعني. زبط لي حالك شوي. وطقم المستشارين مين أعطيك ليكون موسى العمر أعطيك هاي التوجيهات أو هذه الأمثلة؟ يا سيادة الرئيس، استشهد بهذه الأمثلة أثناء الحديث عن شرق الفرات والكذا. يعني في تقديري يعني هيك مقابلات لا تفضح الجانب المهني والتقني موجود عند إعلام الجولاني، لا تفضح الجولاني نفسه. أنه الرجل إذا بدون طقم استشاري هيك دخل على الامتحان بدون ما يكون وسائل مساعدة، يعني كيف رح يكون وضعه؟ يعني شيء مؤسف وشيء مقرف هذا الهزل والعبث بسوريا، انه يرأسها واحد من هالصنف. يعني ما بيعرف يحاجج. الامثله اللي بيجيبها تدينه جاهل، ما بيعرف هاي الامثله، ما بيعرف طبيعه هاي الامثله مع الاسف الشديد. قاعدين بهالارض المباركه هون بالميادين، وبجوز نروح على البوكمان. يعني اذا ما خانتني الذاكره نحن بشاميه مزبوط، والنهر بيناتنا. ترى كل الاماني وكل الحلم، ترى القلب عم يتقطع انه نحن لازم نعبر النهر هلا. ترى اخواننا اللي هنا، اخواننا بالجزيره عندهم عتب علينا وعتب محق، وعندهم عتب على الاعلام، ترى عتب محق. فاكرين انه نحن ما بنسلط الضوء عليهم، فاكرين انه نحن نسيانينهم. ترى هن في ذاكرتنا ليل نهار. ترى منطقة الجزيرة بدونها ما بتتوحد سوريا، وبدونها ما بتكتمل. وبنعرف بانه الكرب كبير، وبنعرف بانه قسد عنده انتهاكات يومية، وبنعرف بانه قسد عم تحاول انه تصعب الحياة من اجل اجراء تغيير ديمغرافي. لكن للواقع له اكراهاته، ونحن بنعرف مثل ما السوريين عذروا الناس اكيد بيعذرونا. لكن كحكومة وكشعب بالتأكيد انتم هون ما نكون نسيانين اخوانكم، ولا حدا ممكن ينساهم. ترى لا بدمشق ولا بإدلب ولا بحماه. انتم شفتوا فزعة السوريين، وقت صار في كرب، وقت صار في شدائد. ان شاء الله انا على يقين بانه قبل بداية السنة ان شاء الله رب العالمين، هذا بجوز امل، خلينا نقول امل بدل وعد. ان شاء الله رب العالمين بنكون بالضفة الثانية وبالمدن بالرقة بالحسكة، وإن شاء الله بيكون مثل هذا المجلس. ترى شايفه، أنا متأكد منه وواثق منه، وإن شاء الله لن يكون بعيدا إن شاء الله. ظهر وزير الإعلام الحالي الدكتور حمزة مصطفى والمدير السابق لقناة تلفزيون سوريا، ظهر وهو وسط يعني مجموعة على أساس أنه هو
جاي هيك على خطوط التماس يعني، أو قريب من منطقة شرق الفرات، ويحاول أن يشرح وضع الدولة وحال الدولة وأنه سيعبر النهر وكذا. شيء حلو، أنا يعني هذا شيء مرحب به، يعني أنا لا اعتراض على هذا الأسلوب، على هذه الالتفاتة، على هذه الزيارة. ووزارة الإعلام والخارجية والمالية يعني حاليا يعني الإعلام مش من الوزارات السيادية، لكن الأداء يوحي بأنه وكأنه هي من الوزارات السيادية. واحد مش يعني الشيباني بيخوض في قضايا أمنية بقضايا عسكرية وهو وزير خارجية مثلا، يعني ففي تداخل وتشابك كثير في الاقتصادات، مش مشكل. في تقديري أنه مهم أنه يروح يطمن الناس ونحن جايين وسنعبر النهر ومن هالقصص هي. لكن يا دكتور حمزة مصطفى، أنت اليوم كنت قريب من مناطق شرق الفرات، وكأنه أنت خايف توحي للناس وكأنك خايف تروح لهي المناطق. لا، روح. أنا ومن موقعي هذا موقعي وموقفي المعارض من قسد، أنا أضمن لك أنك تروح على القامشلي وترجع معزز ومكرم. لا توحي للناس أنه أنت ممنوع عليك، أنت محرم عليك السفر إلى شرق الفرات. لا تضلل، لا تشيطن بطريقة أو بأخرى. هذا أسلوب غير مهني. شو غير مهني؟ يعني أسلوب قائم على التضليل وهيك، وتعطي شوية مشاعر على شوية أحاسيس جياشة وعلى ما بعرف شو، وعلى هذا التأثر والتأكيد والتهديد أنك ستعبر والقصص هي. لا، أنت بإمكانك تروح على القامشلي، على الحسكة، وتجلي يعني تساوي جولات اللي بدك إياها، ما بالتنسيق مع ما حدا منعك. أنت روح وجازف إذا كان في هنالك مجازفة في الموضوع، وافضح قسد وافضح سلطة الإدارة الذاتية أنه وزير الإعلام كان بده يسافر ويروح لهنيك والإدارة منعته وقسد منعته. لا تمارس هذا التضليل الفاقع والبايخ. طيب مش مشكل، مارس هذا التضليلات، بس لكي تبرئ ذمتك وساحتك الأجدى بك أنك تروح على حدود الجولان، كمان على حدود القنيطرة والمناطق التي تحتلها إسرائيل تحتلها إسرائيل. روح هنيك وعمل لمة وقعدة وقول إخواننا هناك خلف هؤلاء جحافل الكيان الصهيوني، سنأتي وسنعبر النهر ونهر الأردن ونهر الفرات ونهر العاصي وكل الأنهر، وسنأتي محررين فاتحين. ويعني نفس الأداء التمثيلي اللي أنت سويته هنيك بهذا الفيديو اللي طلع، سويه كمان على حدود إسرائيل. لأشوفك هنيك، أشوفك على يعني أنك حريص على الأراضي السورية كمان في المناطق التي تحتلها تركيا والائتلاف والإخوان والجبهة النصرة اللي أنا وأنت كنا عم ننتقدهم في الدوحة. خليك هيك. الكثيرين يعني من السذج عندما يرونني أنتقد نظام الجولاني بيعتبروا أنه هذا تخندق مع قسد أو دفاع عن قسد. أنا لست قسدي، كنت وسأبقى معارض لقسد، لكن عندما أرى هذا الأداء السخيف الطائفي المشيطن المضلل لدى حكومة الجولاني الانتقالية المؤقتة،
طبيعي سأدافع عن منطقة شرق الفرات ومن يدير شؤون منطقة شرق الفرات كائن من كانوا يدير منطقة شرق الفرات، أنه يتعرضون لتضليل. هنالك فجور في الخصومة، فجور، هذا الأداء فجور في الخصومة، أنك تجي قريب من النهر وهي منطقة الشامية وهي منطقة ما بعرف شو وسنذهب، هذا فجور في الخصومة، هذا تضليل الناس، أنه على أساس محرم عليك دخول هذه المناطق وأنت ممنوع عليك بوصفك وزير للإعلام، إعلام الجولاني. هذا مش صحيح. لا تمارس، لا تسقط نفسك في هذا الدرك الأسفل من التضليل. مع الأسف الشديد أنت أجبرتني أن أوجه لك يعني هذا الانتقاد. شو بيقول وزارة الترى ترى، يعني ترى كل الأماني وكل الحلم، ترى قلبه قلبي يعني يتقطع وأنه لازم يعبر النهر. هذا الإحساس الوطني على وحدة سوريا، وهذا الرهافة والمشاعر الجياشة ينبغي أن تكون متوازنة موجودة. أشوفك هنيك كمان، أشوفك ضد أنا يعني مشاعر البغضاء والكراهية والحقد الطائفي والحقد القومي والحقد الديني، أنا ضدها تماما. لكن لكي تكون متوازنا ينبغي أن تكون يعني تكون عادلا في توزيع الكراهية، أن تكون عازلا في توزيع الطائفية تبعيتك، أن تكون عادلا في توزيع المشاعر العنصرية البعثية الإخوانية الأردوغانية تبعيتك. كيف؟ أنه اكره قسد والأكراد والإدارة اللي هنيك، اكرههم، لكن بنفس القدر اكره إسرائيل. اكره إسرائيل، القوة الاحتلالية الجبرية القاهرة العدوانية التي تقتل في الفلسطينيين وتقتل في اللبنانيين وتقتل تقتل في المسلمين إذا أنت كنت مسلم، إذا عندك الشعور الإسلامي والقصص هي كلياتها. مش إنه تكن البغضاء والكره والحقد على مناطق شرق الفرات وإدارة شرق الفرات أخوان وترى نحن كذا، وتتجاهل إسرائيل. كل الحلم أنه يعبر النهر، والحلم أنك توصل للجولان وتحرر الجولان. أنت كمان يعني تخليت، الجولان يتخلى، أنت كمان ستتخلى. لا يا دكتور حمزة، والله ما عرفتك هيك. ترى أخواننا في الجزيرة عندهم عتب على أستاذ حمزة مصطفى، وعتب على الإعلام، ومفكرين إنه يعني سيادة الوزير أو وزارة الإعلام ما بيسلطوا الضوء على معاناتهم، ومفكرين إنه وزارة الإعلام والإعلام السوري، إعلام الجولاني طبعا، وسيادة الوزير نسيانينهم. لا، ترى مو نسيانهم، هو مكرر ترى يعني ترى هن في ذاكرة حمزة مصطفى ليل نهار. أنا أتمنى أنه أبناء الجولان يكونوا في ذاكرة حمزة مصطفى ليل نهار، أبناء القنيطرة في ذاكرة حمزة مصطفى ليل نهار، أبناء عفرين ورأس العين والمناطق التي تحت الاحتلال التركي، وأنا قلتها في الدوحة وهو كان موجود، المناطق التي تحت الاحتلال التركي كمان في ذاكرة. ترى إذا ما كانت بذاكرتك يا حمزة مصطفى مع حفظ الألقاب، ترى الموضوع يعني خرج عن السيطرة. يعني خلاص موضوع الكراهية والبغضاء والأحقاد الطائفية القومية كل هالتفاصيل خلاص تعرت، يعني ما عاد في مجال للتورية والقصص هي. ترى منطقة الجزيرة، بيقول ترى منطقة الجزيرة بدونها ما تتوحد سوريا. طبعا هذا مش كشف نووي، سوريا الموحدة، سوريا الجميلة بمنطقة الجزيرة لن تقوم قائمة لدمشق
ولنظام دمشق بدون الجزيرة. لكن كيف؟ ليس على طريقة أبو محمد الجولاني، وليس يعني بالمنظار التركي والإخواني، لا لا، هاي راحت يعني، هاي بعيدة عن دقن الجولاني ودقن قادة الإخوان ودقن مين كمان بدك يا دكتور حمزة. ترى منطقة الجزيرة بدونها ما تتوحد سوريا، وبنعرف انه الكرب كبير، وبنعرف انه قسد عندها انتهاكات يومية. لا، نظامك الجولاني ما عنده انتهاكات يومية، عنده مجازر، عنده جرائم حرب. نظام الجولاني، انت متورط، انت وزير اعلام، انت وزير اعلام اقترف جرائم ضد الانسانية وجرائم حرب في الساحل السوري وفي منطقة السويداء. تتحمل المسؤولية الأخلاقية والسياسية والقانونية. إذا يعني صير وفتحت الملفات ومحاكمات لأركان نظام حكم الجولاني، أنت ستكون من ضمن الذين تتم محاكمتهم بوصفه وزير إعلام لهذه مثلك مثل جوبلس، مثل جوبلس. شو كمان؟ وبنعرف أنه قسد تحاول تصعيب الحياة مشان تساوي تغيير ديموغرافي. قسد بدها تساوي تغيير ديموغرافي. نص إدارة قسد عرب. أنت كم في كردي محترم آدمي ثقة موجود في سلطتك؟ نصف قوات قسد إن لم تكن أكثر من العرب. أنت على مين جاي يعني تضلل وترمي هيك يعني خبط عشواء انه قسد تجري تغيير وتصعب الحياة مشان تساوي تغيير ديموغرافي؟ اللي بيساوي تغيير ديموغرافي اللي ارتكبوا المجازر في السويداء والساحل السوري، مش قسد لم ترتكب مجازر بنفس القدر التي ارتكبها نظامك أنت، قواتك أنت، ميليشياتك أنت، ارتكبوها في الساحل السوري ويعدون العدة لكي يرتكبونها في شرق الفرات. هذا واضح. بيقول انه بنعرف انه قسد تحاول تصعب الحياة مشان تساوي تغيير ديموغرافي، لكن ايده مغلول المسكين، وايد نظامه للواقع اكراهاته والضغط يعني ما بيقول الضغط امريكي. ونحن بنعرف انه مثل ما السوريين عذروا الناس، عذروا مين يعني؟ عذروا الناس، اكيد رح يعذرونا، رح يعذروا سيادة الوزير ونظامه انه ما ساوى هبت لبت على هو حاول يساوي بس فشل وسيفشل. انتوا شفتوا فزعة السوريين، يا سلام. هون حطنا جمال حمزة مصطفى مع حفظ الألقاب مرة ثانية، هون حطنا جماله في هذا التعبير، إشارة واضحة دامغة فاقعة ساطعة على أنه ما جرى في السويداء وهبت وفزعات البدو كانت بفعل فاعل، كانت منظمة ممنهجة من نظام الجولاني، نظام حمزة مصطفى. هاي هو عم يقول انتوا شفتوا فزعة السوريين وقت صار في كرب ووقت صار في شدائد. امتى صارت الشدائد؟ في الساحل في السويداء. منيح هيك؟ هذا يعني اقرار ضمني. ترى هذا الفيديو وثيقة دكتور محمد، دكتور حمزة مصطفى، وثيقة تدينك وتدين نظامك. ترى الناس راح تحتفظ فيها، ترى الناس راح تأرجيك هذا الفيديو بعد سنة بعد سنتين، راح تأرجيك هذا الفيديو وتطالبك وتحاسبك كمان على مضمون هذا المحتوى وهذا الفيديو والكلام اللي فيه. إن شاء الله، وأنا على يقين هو بيقول الكلام له، إن شاء الله قبل بداية السنة وبيقول بيجوز طبعا، شوفوا التناقضات في الكلام، وبيجوز انه امل
خلينا نقول أمل بدل وعد، ما بيقطع وعود يعني، وبيعطي أمل. وبيجوز من الجائز، جائز يتحقق الأمر ويجوز لا، في منطقة الجواز حدوث الفعل وعدم حدوثه، يعني في هذه المنطقة هي. وأمل مش وعد. إن شاء الله رب العالمين بنكون في الضفة الأخرى، بيكون حمزة مصطفى ونظامه وأبو شقرة وأبو غبرة وشمعة أبو دمعة يقفز من فوق الشمعة بقفزته الروعة، بيصير بالرقة والحسكة ودير الزور. ترى هو بيقول بعدين، بيقول ترى أنا شايفه، ترى أنا متأكد منه وواثق منه كمان، إن شاء الله ما يكون بعيد، إن شاء الله يا أستاذ حمزة مصطفى يا وزير إعلام الجولاني، إن شاء الله نشوفك بالقامشلي محترم، محترم وآدمي ووطني وديمقراطي ووزير إعلام دولة محترمة ووزير إعلام نظام محترم يحترم السوريين. نشوفك هنيك بالمفاوضات، بالاتفاقات، بالتفاهمات، مش بالعنجهية والضغط العسكري وعلى صهوة العمشات والعفشات. ترى إذا أنت ركبت العمشات يعني أهل شرق الفرات راح يرجعوك للضفة الأخرى للنهر. فترى يعني احسبوا حسابك بهالقصة دكتور حمزة مصطفى. يعني هيك أسلوب، هيك أداء يعني لم يبق ماء للاحترام وللود المتبادل ما بين السوريين، واستحق مني في تقديري وظني هكذا رد ناقد وساخر. هذا من جهة. من جهة أخرى تصريحات حمزة مصطفى استفزاز عسكري وأمني وتحريض طائفي وعشائري على منطقة شرق الفرات. وينبغي لمظلوم عبدي ولقسد وللإدارة الذاتية أن ترد ببيان رسمي ترفض فيه جملة وتفصيلا هذه الاستفزازات وهذه الاتهامات وهذه الشيطنة التي أفاد بها وزير إعلام الجولاني حمزة مصطفى في مناطق التماس أو مناطق ضفة النهر القريبة من سلطة قسد. ينبغي لقسد أن ترفض وتدين وتشجب يعني وهذا انتهاك، هذا التصعيد انتهاك. أنتم شفتوا شيء مرة قيادي من قيادات قسد السياسية والعسكرية أتى على الضفة الأخرى وقال إنه والله ترى نحن راح نروح الشام ونحرر بقية ريف حمص ومناطق تدمر وكذا ونوسع على تخوم الشام. وإذا أرادوا فعل ذلك أنا كمان واثق ومتأكد أنهم بإمكانهم أن يصلوا في غضون 48 ساعة إلى دمشق وحتى محاصرة دمشق. بإمكانهم، لديهم القوة العسكرية التي تجبر النظام الجولاني، وهم لا يستخدمون هذه القوة حتى الآن ولم يستخدموها حتى هذه اللحظة. بيدافعوا عن نفسهم. المخابرات التركية ونظام الجولاني بيدفش العمشات يلقون الرد في اللحظة والتو. طبعا مع كل هذه الاستفزازات، مع كل هذه الانتهاكات، مع كل هذه الشيطنة والتضليل، طبيعي رح يكون مع قسد، ليس بوصفهم قسد، بوصفهم مظلومين، بوصفهم يعني يصار شيطنتهم على يعني زورا وعدوانا. هذا هو منطقي. لو أنا شفت أنه بالفعل هنالك تعدي على نظام الجولاني ظلما وجورا وهنالك فجور في الخصومة في هذا الخصوص، سأقف مع المظلوم كائن من كان. بس يا أخي
يعني ضبوا حالكم شوي، يعني من الجولاني وزراء الجولاني وحسن الدغيم وما بعرف مين من البيادق، البيادق التركية، يعني مجرد بيادق تركية يعني مصدقين حالهم انه هن عبارة عن نظام ورئيس ووزراء والقصص هي كليات. مع الأسف الشديد ريثما يتخلص من هذه الأعباء الثقيلة من الأحقاد والبغضاء والتضليل والكذب من الجولاني يعني بيطلع بيحكي يا دكتور حمزة مصطفى أنت فهموا أنت وزير إعلام الجولاني، فهموا أنه نظام الحكم والإدارة على زمن الحكومات الإسلامية، الدول الإسلامية كلها كان نظام لا مركزي. فهموا شو هي الفيدرالية، فهموا أنه ما في علاقة بين إيرلندا، يعني فانه صاير حسني برزان هذا. اذا اردنا يعني ان نمنع النظام الفيدرالي واللامركزي او الحكم الذاتي في شرق الفرات فاننا نساهم في دعم وحده الاراضي البريطانيه ودعم وحده الولايات المتحده الامريكيه والاراضي الاسبانيه. اذا اردنا ان نعرف ماذا يجري في ايطاليا فينبغي ان نعرف ماذا يحدث في البرازيل. هذا الأسلوب الساذج الذي أضحكنا ونحن أطفال على أيام غوار الطوشة، انصحوا لهذا الأهبل زعيمك رئيسك، انصحوا أنه لا تضحك الناس علينا. كافية السخافات اللي بيطلع فيها على أساس بيحكي درر وحكم ومواعظ وهو ما بيعرف خمسة من الطمسة، ما بيعرف غير التكفير، يعني حاول أن تكون عونا للجولاني وبالأخذ على يده يعني، وانصحه، مو يطلع يحكي شروي وغروي ومن فوق الأساطيح. أنت كمان ضبط لي حالك شوي يا دكتور حمزة مصطفى، يعني أنا لا أجد هذا السلوك لائقا بك على الصعيد الوطني، على الصعيد الثقافي، على الصعيد البحثي، على الصعيد السياسي. هذا كله يسجل في تاريخك. لا يعني أكثر من مرة قلتها وأكرر، طالما أنك تجد أن الأمر لائقا بك هذا شأنك، لكن ستجد دائما من ينتقدك من باب النصح والإرشاد والتسليط الضوء على مكامن الأخطاء. أنا مش مجبر يعني أصفق لك وأحلل لك ومن أنا مش موسى العمر ولا جميل حسن ولا الزبالات الموجودة يعني في إعلام الجولاني أو الإعلام الموازي لنظام الجولاني. أنا هو شنغوسي وأنت بتعرفني منيح، تعرف موقفي النقدي وتعرف أنه أنا ما عندي تفاوض على ما يتعلق بالقناعات والمبادئ. أنا لم أخضع قناعتي ومبادئي للتفاوض مع قوى كردية كبرى، ولا مع النظام السوري ولا مع النظام التركي. فيعني بكل تأكيد قناعاتي وآرائي ومواقفي غير قابلة للتفاوض مع نظام الجولاني. أكتفي بهذا القدر، دمتم بألف خير.